في المحرم من سنة 83 و500 خرج صلاح الدين بقواته من دمشق قاصدا الصليبيين في نقاط سيطرتهم بالشام، فتقدم إلى بصرى وعسكر هناك ليؤمن الحجاج العائدين من أداء الفريضة حتى عبروا سالمين، فنزل بجنده الكرك، وتوالت عليه القوات من مصر وأنحاء مملكته، وبلغت الأنباء الصليبيين فاحتشدوا من السواحل الشامية وساروا نحوه، وزحف الناصر إلى طبرية ففتحها، وسار حتى نزل عند قرية حطين فسيطر على منابع الماء، ووصل الجيش الصليبي ودارت معركة كبيرة انتصر فيها صلاح الدين انتصارا مدويا، فزحف نحو قلعة طبرية وفتحها، وسار إلى عكا فأخذها صلحا، ومنها انطلق نحو صيدا وبيروت ونواحي السواحل فاستعادها، واستدار فواصل سيره نحو بيسان ونابلس وعسقلان وغزة، فسيطر في مدة قصيرة على 50 بلدا كبيرة. وفي إثر ذلك نفر من شتى بلاد الإسلام جيش عظيم، فقادهم صلاح الدين من عسقلان نحو القدس فحاصرها ثم حررها بجموع المجاهدين.